اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الهنا والفل والسعاده، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. جايلكوا بقى النهارده بروتين قوي كده وتشجيعي، وروتين مختلف عن اي روتين و... وعادات كده وشويه طرق لتنظيف البيت وازاي يفضل على طول نظيف. تابع الفيديو للاخر وما تنسينيش في لايك وتعليق تشجيعي كده منك، واشتركي في القناه لو انت اول مره تشوفيني ولسه ما اشتركتيش. يلا بقى نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي مع بعض الفيديو. اول حاجه انا جبت طبق حطيت فيه دوني، حطيت فيه كلوركس الوان، وحطيت فيه بريل وشويه كده من الميه وقلبيهم يديك الرغوه التحفه والريحه القمر دي. وتعالي بقى نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. هنا بقى انا ببتدي اكنس قدام باب الشقه طبعا علشان خاطر يبقى نضيف معايا، عشان طالما هنعمل روتين عميق يبقى لازم ننضف بره الاول قبل ما ننضف جوه. بمعنى ان اللي هيجي من الشارع مثلا او داخل الشقة يبقى قدام باب الشقة نضيف عشان ما يوسخش جوه. هنا بقى انا كنست معايا ونضفت الدنيا كده وبقت زي الفل. هبتدي بقى ارش شوية من الخليط اللي انا عاملاه ده، وابتدي ان انا امسح قدام باب الشقة. عايزه اقول لكم المقشه دي تعبتني والله العظيم، اخر ما زهقت شلت العصايه منها. امسح بقى مسحه حلوه كده، ما شاء الله اللهم بارك. مش عايزه يعني الريحه تحفه والله العظيم، تحفه تحفه. الخلطه دي حلوه جدا وبتنضف معاكي اي حاجه، بتديكي تلميع وتنظيف وريحه كمان، 3 في 1. بس انا كده كنت خلصت. شفتوا بقى بقت الدنيا نظيفه قدام باب الشقه. بصوا بقى الباب مش نظيف، برضو الباب يدل على نظافه بيتك. لو باب شقتك نظيف من بره هتبقى شقتك نظيفه من جوه. هبتدي بقى ان انا امسح ايه، ان انا اصبن كده وابتدي بقى اجيب فوطه والمع الباب. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى الباب بقى نضيف وبيلمع وبيبرق ازاي، والاتساخات اللي كانت هنا في الحته البيضه دي ما بقتش موجوده. ما شاء الله اللهم بارك. هو ده عنوان نظافتك. ندخل بقى على التقيل. شايفين طبعا الطرقة فيها تراب والوزر عليه تراب، فهنبتدي ننضف كل ده مع بعض. طبعا بعد العاصفة اللي جت اللي هي كانت من كام يوم دي، فبصراحة الروتين ده يعني كان الريسبشن محتاج الروتين الحلو ده. هبتدي بقى كده ان انا ازعف الحيطان، سقف وحيطان، عشان لو فيها تربة في اي حاجة تنزل معايا. يلا قومي بقى لو وراكي حاجة ما تكسليش، توكلي على الله وسمي الله، وكل ان شاء الله حاجة هتخلص بدون تعب ولا مجهود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا انا كنت خلصت الحمد لله. هبتدي بقى ان انا اكنس الطرقة كده. عايزه اقول لكم كم التراب اللي طلع والله العظيم، انا يعني مبقتش مصدقه. الجو بقى وكده، وانا بصراحه كان بقالي شويه ما بعملش تنظيف عميق في الريسبشن. يعني انا بعمل كل ما احس ان هو محتاج تنظيف عميق بصراحه بعمله، مش هضحك عليكم يعني انتوا اخواتي. فلما جت بقى العاصفه وكده فقلت لا ما بدهاش بقى، نقوم نعمل تنظيفه حلوه كده، عشان ايه كده كتير بصراحه. شايفين طبعا مش محتاجه كتير. وانا بشد الجزامه كده لقيت كوتشيين فنفضتهم وشلتهم. كذا مره اقول لهم تحطوا الحاجه في الجزامه، بيحطوها لي تحت الجزامه. والله تعبت. يلا هنعمل ايه بقى، ولادنا ولازم نستحملهم. ربنا يهديهم يا رب ويبارك فيهم ويخليهم لينا، اللهم امين. هنا بقى كنت خلصت خلاص. هلم بقى التراب ده ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. هنا بقى دخلت بقى الكراسي، طبعا البلكونه برضو انا منضفاها ومسحاها وكنساها زي الفل، عشان
محدش يقول لي يعني انت منضفتيش البلكونه، لا انا نضفتها. عفوا، شكلي بعتذر، بس شكلي داخل عليه دور برد. والله يا ابني سيبني في حالي، والله لسه ما فقتش من الدور اللي انا كنت لسه واخداه، يعني الحمد لله. هنا بقى لا طبعا انا كنت منضفه البلكونه ومسحاها وكنساها. هدخل بقى الكراسي فيها علشان خاطر ايه، افضي الدنيا هنا كده عشان اعرف ايه اتعامل. بصوا بقى التراب اللي على الكرسي، صعب صعب بصراحه. والله مش عارفه يعني، هو الجو فعلا متعب شويه. يبقى يعني في يومين فاتوا كده كان الجو حلو قوي فيهم ومشمس وجميل، ويومين ساقعة، فالجو ده جو تعب. فعلى قد ما نقدر يعني نحافظ على نفسنا بقى. ما تخففيش هدومك حتى لو الجو حسيتيه حر شوية، نشرب سوائل دافية كتير وندفي نفسينا. والله المستعان بقى. يعني كنت بنزل أتربة من على لو في على الكراسي، يعني بنزل أتربة من عليها. هشيل بقى المفرش والفوزات والحاجات دي كلها. طبعا كل الحاجات دي هتتغسل، المفارش بالستائر كله كله هيتغسل. احنا قلنا بقى روتين عميقة عميقة عميقة. هبتدي بقى ان انا اكنس السجادة بالمقشة السلك دي تحفة. هكنسها كنسة حلوة كده عشان لما لمها تبقى نضيفة معايا، لما اجي افرشها ما يبقاش عليها اتربة ولا زبالة ولا اي حاجة. ما تخليش ذنوبك تمنعك عن العبادات، خليها دافع ليكي علشان تواظبي على العبادات. صلي وصومي واستغفري ربنا. ربنا قريب قوي مننا، ربنا بيسمع دعانا وبيسمع بكانا كمان. فربنا حنين جدا علينا، ربنا حن علينا من اي حد. طول ما ايمانك بربنا كبير ربنا هيفضل جنبك ويحميكي وينجيك ان شاء الله. ما تقوليش انا عملت ذنوب كتير او عملت حاجات غلط كتير فربنا مش هيسامحني، لا، ربنا غفور رحيم. بس احنا ناخد الخطوة دي ونتوكل على الله، وان شاء الله ربنا يغفر لنا كل حاجة عملناها، ونبتدي بقى ان احنا نتوجه على الطريق الصح. ننتظم في صلاتنا. الاستغفار كتير حلو جدا. هقولك دعاء حلو قوي يخليك تواظبي على صلاتك. هنا انا كنت لميت معايا السجادة، طبعا زي ما انتم شفتوا الحاجة عليها اتربة ومش نضيفة ازاي. هنا بقى ببتدي ازعق في الريسبشن عشان لو في اتربة ولا في اي حاجة تنزل معايا، عشان ايه يبقى احنا خلصنا فوق ونشتغل بقى تحت. طبعا صوتي مغلق شوية عشان يعني شكل البرد بيقول لي ايه، انا جاي استقبليني. استقبليني انا جاي. بس كده الحمد لله خلصت. هبتدي بقى ان انا اظبط الدنيا تحت. اشيل بقى الاطباق والحاجات دي ادخلها المطبخ. المفارش والحاجات اللي انا بشيلها دي بحطها على جنب كده لحد ما اخلص، علشان ايه نشوف هنعمل فيها ايه. هنفض بقى الانتريه تنظيفه حلوه كده، لو عليه حاجه هشيلها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. دايما وانتي بتصلي ادعي اللهم ثبتني على صلاتك وذكرك وحسن عبادتك. الدعاء ده حلو جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه، اول لما تسمعي الاذان، لو انتي مثلا واقفه في المطبخ بتعملي حاجه سيبيها وادخلي اتوضي وصلي. استمري بس على الموضوع ده اسبوع اسبوعين، هتلاقي نفسك تلقائي اول لما الاذان يأذن سبتي اللي في ايديكي ورحتي صليتي. الصلاة في وقتها برضو من الحاجات اللي هتخليكي تواظبي على الصلاة. ما ينفعش نصلي الظهر والعصر أذن، إلا إذا لو انت مثلا في مشوار وجاية مثلا متأخرة أو فات عليكي صلاة برا. غير كده طول ما انت قاعدة في البيت تصلي الصلاة في وقتها، مستحبة جدا، مينفعش تأخري الصلاة. وان شاء الله واحدة واحدة خطوة خطوة هتستمر على الصلاة. حاولي تصومي اتنين وخميس، عودي نفسك على الصيام برضو. نعود نفسنا نعود أولادنا. والصيام برضو حلو جدا ومفيد، وفي نفس الوقت بتمرني نفسك عشان لما يجي رمضان تبقى متعودة على الصيام. فالحاجات دي كلها بتاخد مننا وقت.
في الاول، وبعد كده بتبقى كل حاجة معاكي سهلة وكل حاجة مظبوطة وزي الفل. ما تخليش حد يأثر عليكي بحاجة، ما تخليش الدنيا تلهيكي. عيشي حياتك وتبسطي وخروجي وكل حاجة، بس برضو ما تنسيش نفسك في الصلاة والعبادات والاستغفار والقرآن. ربنا يثبتنا ويثبتكم يا رب، اللهم امين. هنا بقى انا كنت شلت الحافظة، خرجتها قدام الباب كده بس لحد ما اظبط الدنيا جوه. عايزه اقولك تاخدي مفتاح شقتك وانتي خارجه، لو هتحطي شنطه الكمامه قدام الباب خدي مفتاحك، لان الحركه دي اتعملت معايا كتير قوي. ف مفتاحك في جيبك امان. هنا بقى انا كنت بشيل التلبيسه بتاعه الانتريه عشان هغسلها معايا، عشان برضو حاساها اللي هي ايه مش نظيفه بصراحه. بصوا، وهشيل بقى الستاير. ما شاء الله الستاره وقعت، يلا الحمد لله. هشيل بقى الستاير كده، وهشيل. بصوا بجمع بقى الستاير والحاجات دي كلها مع بعض، والورد بقى والحاجات دي عشان ايه اغسلها. تراب تراب تراب. ما بحبش خالص الجو اللي بيبقى فيه تراب وعفرة، ده بيخنقني، ما بقدرش اخد نفسي، فلا بيبقى رخم بصراحة، ما بحبهوش. وديت بقى الانتري فين. هنا بقى كنت خلاص هبتدي بقى ان انا قلتلكوا الروتين ده مختلف غير اي روتين عميق عملناه. نكنس بقى كنسة حلوة كده ونمسحها، ونكنس بقى الوزر برضو ده اللي بيبقى فيه تراب. يا الله على كمية التراب. لو انت لسه بتسمعي الفيديو لحد هنا ما تنسيش تذكري الله. لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين يا رب. لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين. ودايما ادعي لاولادك ان ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب، اللهم امين. بصراحة يعني احنا في زمن غريب. العيال وموضوع برضو السوشيال ميديا والتليفونات دي بوظت دماغ العيال خالص. بقى العيل مش مركز في مذاكرة ولا اي حاجة، لا عايز تليفون تليفون لعب بس. فربنا يعين عليهم ويهديهم ويصلح حالهم يا رب، اللهم امين. هنا بقى بحط دوني، وحطيت كلوروكس الوان، وحطيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وحطيت اريال. هبتدي بقى ان انا اقلب كل ده مع بعض عشان ايه، ونستحمى بقى ونعوم بقى، نعوم في بحر الايه، في بحر الشقة. نجيب بقى معشتنا ونبتدي بقى ان احنا ندعك كده البلاط وننضف بقى. عايزه اقول لكم الريحه والله العظيم حلوه جدا. بعمل كمان من ورا الباب بتاع البلكونه. ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان انا ما خدتش وقت خالص في الروتين ده، يعني انا بادئه كانت الساعه 1 او 1:30، ومخلصه كانت الساعه 4 كده، 5 يعني في الحدود دي. بس طبعا كان عندي اكل، يعني كان عندي اكل اللي انا مش هعمل كل ده وهقف كمان في المطبخ اعمل اكل. ما شاء الله اللهم بارك. يلا بقى قومي تشجعي بقى وتنشطي. بصي الرغوه والميه ده ده لوحده يشجعك انك تقومي تعملي اي حاجه عندك في الشقه. طبعا عايزين نخلص بقى. الدراسه خلاص هتبدا الاسبوع الجاي، فطبعا هتبقي مشغوله مع اولادك والدروس والمذاكره والحاجات دي كلها. هكمل بقى بقيه نقلت السفره الناحيه التانية اللي انا غسلتها، وهبتدي بقى ان انا امسح اللي انا مسحتها. غسلتها ايه اللي انا مسحتها، وهبتدي بقى ان انا امسح ايه الجنب التاني. بصوا انتوا طبعا شايفين المية غامقة ازاي، فالدنيا يعني صعبة خالص. بصراحة بعد الروتين ده حسيت براحة كده غير طبيعية، بعد طبعا ما عملت ودلقت كده المية في الشقة وخدت راحتي في المسيح كده. لا بصراحة بتختلف.
دخلت بقى على الطرقة عشان ايه اكون كده خلصت معايا مسيح وظبطت الدنيا. متنسيش بقى تشترك في القناة وفعلوا زر الجرس لو انت اول مرة تشوفيني، وتعليق كده تشجيع منك، ولايك بقى. لايك بالله عليكم بقى، لايكات كتير، متخسروش في اختكم وحبيبتكم لايك. بس كده كنت خلصت بقى، برجع المية ورا عشان خاطر ايه اشدها على الحمام. نجيب بقى المساحة ونبتدي ان احنا نشد المية دي كلها. الصالة بقت ريحتها تحفة جدا وشكلها يفتح النفس كده، يعني بصراحة لا، تسلم ايديا. ابتدي بقى ان انا اشد المية حلو، مخليش مية في الارض عشان محدش يتزحلق، او انا شخصيا هتزحلق يعني. بصوا المية مش نضيفة ازاي. شد بقى المية دي كلها على جوه. هي المية كده كده تلقائي بتدخل الحمام، بس انا برضو آه بخاف انها تدخل اوض او تحت السراير وكده. هنا كنت خلصت، جبت بقى مية نضيفة، حطيت فيها معطر وحطيت فيها ملح، وابتدي بس ان انا ايه ادي الصالة شطفة كده، تبقى مية نضيفة عشان المية اللي فاتت ما كانتش نضيفة. بصوا المية نضيفة ازاي، اديها بس شطفة بسيطة كده. بس كده اضمن ان الارض نطفت معايا. هبتدي بقى ان انا اشد المية دي كلها بالمساح. بس كده بيبقى الحمد لله خلصت مسيح. هسيب بقى الدنيا ايه تنشف كده علشان نرجع كل حاجة مكانها. بصوا بقى السفرة ما شاء الله بعد ما اتلمعت والارض بقت حلوة ونضيفة ازاي. الكاميرا برضو مش مبينة جمال الريسبشن لما اتمسح، بس ما شاء الله يعني الحمد لله حلو، النتيجة مرضية. هنا بقى هبتدي ان انا المع الكراسي وارجعها مكانها وارجع السفرة مكانها. يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون افدتكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، لايكات كتير بقى، ودعوة حلوة كده منكم. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، اللهم امين. ولمعت السفرة والدنيا بقت معايا تمام وزي الفل. استنوا بقى ان شاء الله الجزء التاني، واقول لكم بقى اسيبكم على خير واشوفكم على خير، واقول لكم في رعاية الله.